بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نداء عاجل لجميع محبين الكرة المصرية، لجميع عشاق الكرة المصرية، لجميع عشاق الكرة بالأخص في إسماعيلية. يعني عشاق الكرة المصرية في إسماعيلية، علشان الناس تزحف وتروح تملى استاد قناة السويس غدا بإذن الله في 6 مساء. مباراة نارية يا جماعة، مباراة لا تحتمل القسم على اتنين. مباراة ما بين منتخب مصر ومنتخب تونس تحت 20 سنة. طبعا اللي يمكن نتائج المنتخب المصري ما كانتش نتائج على المستوى المأمول، ولكن النهارده خلاص، انت النهارده صعودك لكأس افريقيا القادم بجانب منتخب المغرب خلاص بقى بايدك، بقى برجلك. النهارده عندك مباراة قوية بينك وبين منتخب تونس على ارضك في مصر، فما انت النهارده مش محتاج منها التعادل، مش محتاج منها انك تتغلب بفرق واحد مثلا عشان تصعد، ولكن النهارده انت محتاج انك تكسب 1-0 على الاقل علشان تصعد وتقدر تمر لكاس افريقيا في الناشئين او للشباب. طبعا منتخب الناشئين صعد وعمل اللي عليه وحاز على بطولة شمال افريقيا، واخد بطولة شمال افريقيا وصعد كاول مجموعة في المغرب مع المغرب. اما النهارده عندنا منتخب الشباب واللي بيلعب في مصر، المغرب صعدت، نتمنى نكون الفريق الثاني ان شاء الله بعد منتخب المغرب. ولكن مباراة صعبة يا جماعة، صعبة بجميع المقاييس. منتخب تونس منتخب قوي، منتخب تونس منتخب يمتلك مواهب كبيرة جدا. اما منتخب مصر فلا زلنا بندور على الاداء الكويس، زلنا بندور على الاداء الممتاز في كرة القدم، ولكن حتى الآن المنتخب المصري للشباب لا يقنع لا يمتع. ولكن نتمنى له كل التوفيق بإذن الله. المباراة غدا بإذن الله الساعة 6 زي ما قلنا، ولكن نتمنى ان الاستاد يكون مليان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.